اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم أخواتي، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم بخير ومتهنيين. اليوم إن شاء الله راح نديروا الروز، يعني اللي عندها المشكل مع الروز يعني تعجن لها ولا ما يجيهاش بنين، تتبع الفيديو تاع نهار اليوم وتجرب هذا الروز وتكتب لي تحت في التعاليق. هنايا في الطنجرة البنات كيما راكم تشوفوا حطيت حوالي 4 مغارف حتى ل5 نتاوع الزيت، يعني لي دارت كمية مليحة من اللحم يعني يكفوا، هادو يكفوا. يعني اللي ما دارتش كمية مليحة من اللحم من الأحسن يعني تزيدي معاهم واحد المغرفة كبيرة هكذا تاع مرقارين باش يجيك يعني الرز يحب كي يجي ميدم ما يجيش ناشف. نحطه في الزيت تاعي بعد ما سخنت، يعني نقليه غير شويه خاطر راح نزيدو نقلوه من بعد نحط عليه حبه نتاع البصله. يعني الا درتي كميه كبيره نتاع اللحم بيان سور الحبه تاع البصل حتكون كبيره بزاف، الا درتي كميه صغيره كما درت انايا الحبه درتها راهي متوسطه. من الاحسن يعني تكون كما يقولوا مقطع رقيق ولا ترحيها في الروبو رقيق، ليسونسيال ما تكونش يعني كي لا بوغي يعني دايبه. واش ندير لها نقليها مليح حتى توصل ديك المرحله كي تحب تولي يعني مكرمله، تما كنحبس ونحط عليها حبه تاع طوماطيش مسكرفجه ومغرفه كبيره معمره مليح من الطماطم كونسونطري. سورتو لا كانت من النوع الجيد يعني عمريها مليح، لا كانت من النوع يعني شويه ما تعمريهاش بيان. نحط 2 حبات عفوا 3 حبات نتاوع زروديه اللي كنت قطعتهم مربعات، وكميه من الزيتون يعني اللي يعني الزيتون على شكل شرائح. اللي ما عندهاش الزيتون شكل شرائح يعني عادي يعني حكمي الزيتون العادي وقطعيه هكذايا. بيان سور الزيتون كنت غليته 2 غليات نحيت منه هذيك المروريه باش حطيته هنايا. نقلي مليح وحاجه ضروريه البنات يعني في الطواجن نتاوعنا. عندي هنا عكري وعندي توابل للروز، عندي كركم وعندي هنايا راكم تشوفوا عندي راس الحانوت، عندي شويه كمون شويه فلفل كحل وشويه تاع القرفه. هذوما التوابل اللي حطيتهم لنهار اليوم. بيان سور بلا ما ننساو الملح، يعني الملح ضروري يعني ديروا كميه اللي لاباس بها حوالي ملعقه صغيره. وهنا واش ندير نخليه يتقلى البنات ضروري نخلوه يتقلى مليح يعني يعني هذاك اللحم يزيد يتبل ويعني تزيد البنه كما يقولوا. هاني غطيت عليه وخليته يتقلى، هو راهو يتقلى البنات يعني على نار تكون قليله. جيت هنايا باش نغسل الروز تاعي. بالنسبه للروز البنات يعني هذه الكميه راح توكل لك من 4 حتى ل5 اشخاص، سا ديبون على حساب كل عائله يعني كيفاش تاكل. واش ندير هنايا نغسلهم. هنا حطيت 2 كيسان تاع روز، نجيب واحد الكميه تاع الماء يعني الماء عادي جبته من الحنفيه اللي هي السباله، ونغسلوه هكذايا حتى يولي اللون تاعو شي هكذا ابيض. 2 مرات البنات يكفيو يعني ماشي اكثر. بالنسبه للرز اللي استعملته هنا استعملت الرز الابيض الحبه الطويله هكا يجي مكتوب فيه، هذاك من اروع انواع الرز وتاني ماشي غالي. غسلته 2 مرات ودرتو في باسوار باش يقطر معايا ومامتو ينشف. نخليه بجيه نجو للطنجره تاعنا بعد ما تقلات لي مليح حوالي ربع ساعه حتى 20 دقيقه. نجي نمرق هنا ولازم نمرق بالماء اللي يكون سخون يعني ويكون الماء على حساب يعني يغطي لي اللحم هكذا كما راكم تشوفوا. البنات اللي حابه تضيف جامبو تضيف جامبو اكيد راح زيد يجي بنين خير وخير. يعني نقصوا كميه الملح ديروا غير شويه وحطوا حبه نتاع جامبو. واش ندير هنا البنات نشد نغلق عليه ونخليه يطيب. بعد ما طاب لي يعني اللحم نتاعي عفوا طابت لي المرقه تاعي يعني حطيتها بجيه. جيت لهنا باش نخدم معاكم الرز. بالنسبه للرز هنا كما راكم تشوفوا البنات خديت هنا كسرونه راح نحط فيها ملعقه كبيره نتاع لا مارغرين ونخليها تذوب. كي نشوف هذا بت معايا نروح نجيب الروز تاعي اللي راهو نشف معايا يعني قطر مليح ونشف. سي بوغ سا قلت لكم يعني في الديبي كي تبداو دوزنوا يعني المرميطه تاعكم تما كغسلوه وحطوه باش ينشف معاكم باش كي ديروا له هذه العمليه ما حش يلصق معاكم. واش نديروا البنات 2 تقليبات ماشي اكثر، يعني الرز الابيض حساس وزدنا غسلناه 2 مرات يعني باش ما يتكسر لكمش. قلبوا 2 تقليبات جوست يعني الحبه تاع الرز يتغلفوا بذيك لا مارغرين. البنات نجيب الماء نتاعي. بالنسبه للماء هنا واش عندي الكل 2 كيسان نتاع روز، عندي 2 كيسان نتاع ما. درتي 3 كيسان روز 3 كيسان ما، درتي كاس روز كاس ما. واش ندير عليه البنات هنايا نقص عليه النار بيان سور نغطي عليه. وقبل ما نغطي عليه عفوا ندير له كميه من الملح ما يطيبليش هكذاك صامت. وندير له يعني البنات التتبيل نتبلو كيما حبيت. بالنسبه للتتبيل هنا البنات انا نكهته عفوا بالهيل. اللي ما عندهاش الهيل دير ورقه ولا 2 نتاع رند راح توفي بالغرض. البنات انا ماشي من دوك الناس اللي نحب الرند بزاف يعني
نورمال عادي، يعني كاين نطيب به ما كانش، ما عنديش مشكل. هنا واش ندير، نقص عليه كامل بعد ما غطيت عليه، نقص عليه كامل ونخليه يطيب في غرضه. النار لازم تكون ابتي فو، يعني تكون قليله، يعني بعد مرور هكذا البنات، يعني كنت اختار خطره نطلع عليه ندير له هكذا. الا لقيت فيه الماء مازال نعاود نغلق عليه ونخليه يكمل طيابه. شتو نشوف معايا راني حنحو. دوكا يا مباشره من النار نحطه في البلاطو تاعي اللي يدخل للكوشه. كيما راكم تشوفوا لهنايا، يعني من الاحسن تنحوا هذوك الحبات تاع الهيل، انا كنت نسيتهم ولا درت الورق ثاني تاع الرند ولا نحوهم. نحط كامل الكميه تاعي تاع الروز هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد واش ندير البنات، لاصوص تاعي ما لازمش تكون بارده، حتى هي لازم تكون سخونه، الرز سخون ولاصوص تاعي تكون سخونه باش ندخلوه للكشاتب تمتم، يعني يبدا يغلي معانا، يعني ما حش يطول بزاف. شوفوا راني حطيته فوق النار البنات، نحيت منه الدجاج تاعي، الدجاج كنت نحيته من قبيل ها هو. ودوكا واش ندير، نبدا نسقي في الروز تاعي، راح يطيب معاك حبة على اختها، يعني ما يتعجنش وتاني ما يقعد لكمش يابس. واش ندير البنات، نجيب هنا لاصوص تاعي، على بالي بزاف راح يطرحوا هذا السؤال ونلقاه في التعاليق، شحال الكميه تاع الماء ابيبري سورتو المبتدئات. البنات الكميه تاع الماء راهي هنايا معايا حوالي لتر، يعني هنا عندي قريب لتر تاع الماء، يعني تحت اللتر بشويه. واش ندير هنايا، نحط كامل الكميه تاعي تاع لاصوص هكذايا باش تعرفوا مليح. يعني البنات اللي مبتدئات وكامل، حاولي تقيسي بالكاس، لا عندك الكاس يعني ولا اي حاجه تقيس لك يعني العبار تاع لتر، يعني حاولي كيفاش ديري يعني لتر. هذه هي. الا زدتي له الماء، يعني الا شتي لاصوص تاعك قليله وزدتي لها الماء لازم تعاودي تغليها، يعني ما تحطيش هكذاك الماء في المرقه وتبداي تسقي هكذا. كيما راكم تشوفوا البنات نديروا له هذا، يعني هذه الحركة لازم تدخل لاصوص كامل في الحبات تاع الروز، ولازم لاصوص يعني تغطي كيما راكم تشوفوا، تغطي هاني نقرب لكم تشوفوا، شوفوا تغطي لي الاخر تاعي، لازم تغطي لي الروز تاعي، هذا هو البوت تاعنا، لازم يتغطى كامل الروز هكذا يطيب، وما تقعد حتى حبه معنا ماشي طايبه. واش ندير، نجيب هنا البابي تاعي ونزيد عليه الالومنيوم. اللي ما عندهاش البنات هكذايا، يعني من الاحسن تستعملي اي طنجره يعني عندك في الكوزينه تاعك، سواء تاع سجاج ولا تاع حديد، يعني اللي ما عندهاش يديها بالنيلون ولا يعني اللي تدخل للكوشه تقدري تدخليها للكوشه، ديري لها المغطى تاعها ودخليها الطيب. يعني كاين بزاف لي بايركس هكذايا اللي بالمغطى تاعهم. هنا بالنسبه لهذاك الدجاج البنات درتو في شويه تاع زبده، يعني ماشي حاجه، ولا شويه تاع زيت البنات، حمروه وخلوه. يعني اللي عندها عائله كبيره اكيد حتحط يعني كميه كبيره. انا ماشي كامل ولادي ياكلوا لي الرز كما راكم تشوفوا هنايا. هنا وليك بعد ما طاب معانا راني نوريكم كيفاش جا معانا، هو راهو مازالوا البنات سخون، هنا ماهوش بارد. كل ما يزيد يعني يتهدن شويه، يعني واحد 5 دقائق 10 دقائق، زيدوا الحبات راكم راح تشوفوهم يعني يطيروا وحدهم. يعني وصفه ناجحه للمبتدئات ولا اللي مولفين يديروه بهذه الطريقه. انا ليسونسيال هذه هي الطريقه تاعي في تحضير الرز في الكوشه. يعني حتى الحوت تاعي البنات، يعني ندير الرز بالمارلون، يعني تقريبا نفس الطريقه، لكن الحوت يعني ما نطيبوش، فقط نطيب له لاصوص وحدها اللي تكون يعني طوماطيش وبصل وكامل. هنا كيما راكم تشوفوا. واش نقول لكم البنات في الاخر، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، تجربوا الوصفه هذه وتكتبوا لي تحت في التعاليق رايكم، يهمني تطرحوا لي يعني اقتراحاتكم، وباذن الله باذن الله البنات راح نلبي لكم طلباتكم واحد مر واحد. يعني جاتني بزاف طلبات على الرز هذا، ما تنسوش تحطوا لي لايك، نحبكم بزاف والسلام.